بداية الجولة التفقدية كانت من الأربعاء التي نالت حصة الأسد بمركبين، الأول مبنى الأروقة الجزائرية سابقا، بالإضافة إلى مجمع لمختلف الرياضات الجماعية والفردية وقاعة متعددة الرياضات، والملعب البلدي الذي يطرح إشكالا كبيرا بالنسبة لنادي أمل الأربعاء وأنصاره. ديبيوت سيزون على شهرين تخلص لا تريبون يكون جاهز. الانتر سيزون جايه اللي طلبوا يعاودوا ويكون مسجل. وزير الشباب والرياضة وقف على حال القطاع بالولاية في عديد النقاط الأخرى كالعفرون، موزايا، ولاد عيش، بوفاريك وعاصمة الولاية. كل تلك النقاط استفادت من مختلف الهياكل القاعدية التي تجاوزت الجاهزية بها نسبة 90%. استراتيجية خاصة وضعتها الوزارة من أجل إعادة تأهيل وترميم الملاعب الكبيرة. بعد تأهل الفريق الوطني إن شاء الله في أكتوبر نغلقوا تشاكا، نبداو الأشغال ونخليو 5 جويلية نخليوه يشغل، لأنه يمكن نستحقوه للفريق الوطني ولكن نستحقوه للأندية حتى تكون جاهزة الملاعب، ملعب تيزي وزو، ملعب برقي، ملعب دويرة. هذاك الوقت ليتود تكون الدراسة نكونوا عملناها ونغلقوا 5 جويلية. حنا نتمناو الاشغال ان شاء الله ما تفوتش سنتين. وختاما تم وضع حجر الاساس لبناء اول مدرسة وطنية للفروسية بعاصمة ولاية البوليدة.